مثل ما يقول عمر الخيام أن الجحيم والجنة في داخل عقل الإنسان. واضح إحنا نحمل جحيمنا، والحل أبسط مما نتخيل، أنه فقط لو نغير نظرتنا للعالم ونبدأ نفكر بشكل صحيح كانت تختلف الأمور. أولا وأخيرا، أنت كيف تنظر إلى الأمور هنا راح تختلف بدرجة كبيرة جدا. آلامك، متاعبك النفسية، يعني حتى لو في قول للرومي، شاعر جلال الدين الرومي ذو الأصول الأفغانية والثقافة التركية، يقول لك في بطن كل نقمة نعمة. أتمنى هذا الألم اللي تمر به المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما بكل ساكنيه أن تكون هي بداية النعمة، التي هي في جوف النقمة الكارثة اللي نعيشها الآن. وتقريبا إحنا لا نزال نعيش مأساة وأزمة 67، نكسة 67. طرق التفكير لم تتغير. في بعض الناس تقول أنها نظرية مؤامرة، أو يجوز هي نتاج غباء. في النهاية آه، في مثل كردي يقول نبي بويت شواهد كشتن بويت كشتن، ما معناها لا تسأل كيف قتل أبيك، أبوك قتل ومات وخلاص، النتيجة الموت، جثة بين يديك. في شخص استلم جثة أبوه، من قتل أبويا، من كذا، من فعل، من هل غدر، هل كذا، هل قاتل، هل يعني في كثير من الأسباب للموت، والنتيجة واحدة. نبي بويت شواهد كشتن بويت كشتن، خلاص أبوك، لا تقول أبوك كيف انقتل، أبوك انقتل خلاص انتهى الموضوع. النتيجة النهائية المحصلة أنه في جثة وفي شخص مقتول. هذا أعتقد بتأثيرات بوذية، لأنه كردستان قريبة من إيران. إيران كانت لفترة طويلة جدا لحد القرن العاشر أو حتى القرن الحادي عشر الميلادي كانت أرض خصبة للبوذيين يعني، والأفكار البوذية، ومدن كاملة إيرانية كانت بوذية. البوذيين أيضا لهم نفس الفكرة، أنه جندي أصيب بسهم، من ضربني بالسهم؟ لا تسأل من ضربك ومن أي مسافة ومن أي طرف تم ضربك بالسهم. عالج المشكلة، عالج النتيجة، ولا تبحث عن الأسباب. هذه في صلب النظرية البوذية لفهم العالم. لا تهتم بالأسباب، اهتم بالنتائج. أنت أمام حالة ويجب أن تعالجها. لا تسأل من ضربك بسهم، صديق أم عدو أم خطأ، نيران صديق، لا خلاص أنت مصاب بسهم، حاول تعالج نفسك. فلذلك تشبه فكرة لأنه أفغانستان أيضا كانت واحدة من الحواضر المتأثرة بالفكر البوذي، الفكر الكردي، الفكر الفارسي، فكرة النتيجة وليس السبب. ما هو السبب يعني؟ هذا احنا بدنا نحكي تحت اطار اجتماعي، ما بدنا نحكي على نظريات فيزيائيه او كيميائيه. لا، لازم بالطبع تفهم الاسباب، لكن هذه نظره براغماتيه، انه حل المشكله. ما هي ازمه العقل العربي، وما هي اسبابها، او الثقافه العربيه، او رؤيتنا للعالم؟ للاسف هي رؤيه معيبه، يشوبها الكثير من الاخطاء الراديكاليه في طريقه التفكير. بالاخير قلت لك، هي رؤيتك للعالم تحدد طريقه فعلك، الاكت، يعني انت تنظر، تحكم وتنفذ. احنا لحد الان عقل ميتافيزيقي، عقل فانتازي، عقل مليء بالخرافات، مصاب بكارثه، بكارثه فكريه، ما نستطيع نتركها او تتركنا. يعني احنا بالضبط لا نزال ندور في فلك فكره التابو. فكره التابو، او نفكر لا نختلف عن الرومان قبل 2000 سنه، عندما كان يصاب انسان بسكين يضعون المرهم على السكين لان هي سبب الاصابه، ويتركون الجرح يتعفن بالبكتيريا والفيروسات ويموت المريض، لان يعرفون انه هي هذه السبب وهذه النتيجه، فيجب ان يعالجون الاسباب وهي السكين.